السلام عليكم. آه النهارده هنتكلم عن مصطلحات بتطلق على بعض الأسامي من الناس زي مصطفى، درش، وأبو حنفي، محمود، وإسماعيل وغيرهم من الأسامي. هنبدأ بدرش. ودرش دي طبعا عندنا في مصر هي كنية اسم مصطفى، مصغرها درويش، وهي كلمة فارسية الأصل يقال وتعني على باب الله. وفي السودانية برضو لكنها بكسر الراء اللي هي درش. في السودان يعني معناها ضغط أو عمل كثير. في تونس برضو لكنها بتبقى درش بضم الدال، هي بتعني ربما. لكن دي بتستخدم طبعا في مدينة أو في مساكن مدينة تبع منطقة سوسة فقط في تونس. طيب، ناس كتير كانت بتسأل على أصلها، وفي ناس قالت إنها أصلها تركي معناها القوي أو القوة، أو القوي الزاهد. هناخد إنها كمان في المعجم بتبقى أصلها درش اللي هي دروش، أو يتدروش تدروشا، فهو درويش أو متدروش، أو تدروش الرجل يعني صار درويشا أو تزين بلباس الدرويش. الحدوتة بقى، الحدوتة وهي حدوتة جميلة لأن كل اسم مرتبط بحكاية. زي مثلا أبو السباع، نقول مثلا أي شخص اسمه إسماعيل بنقول له يا أبو السباع. يعني إيه أبو السباع؟ ليه؟ لأن المصريين زمان عرفوا إن الخديوي إسماعيل كان محب جدا وعاشق للسباع، فكان من وقتها يطلق على أي شخص اسمه إسماعيل أبو السباع. أما درش فأبو درش أو مصطفى ده كان في هناك شخص اسمه السلطان مصطفى العثماني. السلطان ده له قصة شيقة جدا ومثيرة، هي إن هذا الرجل سلطان مصطفى في عزه تنازل عن الحكم وانضم لطائفة الصوفية، واللي كانت حينها بيطلق عليهم بالتركية لقب درويش أو دراويش، وهي كلمة درويش دي معناها زي ما قلنا على باب الله. ده بالنسبة لدرش. أما حسن أبو علي فدي طبعا بتقال نسبة لسيدنا علي بن أبي طالب والد سيدنا الحسن والحسين. أما بنقول لمحمود ليه أبو حنفي؟ لأن محمود أشهر تلاميذ الإمام أبو حنيفة النعماني كان اسمه أبو المؤيد محمود الخوارزمي. فجمع ده طبعا اللي جمع الأحاديث اللي أخرجها سيدنا الإمام أبو حنيفة، فكان دايما يقال لمحمود ده إنه يا أبو حنفي، فمن وقتها أطلق على أي حد اسمه محمود أبو حنفي. أما سيدنا إبراهيم فليه أي حد يقال له إبراهيم أبو خليل؟ لأن سيدنا إبراهيم طبعا كان معروف باسم إيه؟ إبراهيم الخليل. ف كمان أيضا موجود في مسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في غزة في مغارة المكفيلة، بيعتقد إن إبراهيم دفن فيها. في أبو عوف برضو. أبو عوف ده الشخص اللي يسمى عبد الرحمن، في الغالب بينادوه البعض بأبو عوف أو أبو عوف. السبب وراء هذا هو نسبة إلى الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. ودي كانت أصل بعض الكنيات اللي أطلقت على بعض الأسامي عندنا من منطلق التاريخ وأصل حكايتها. شكرا.